مرحبا بكم عند بسكوت بون. اليوم جبت لكم طريقة عمل جينواز. هاد البسكوي جا شباب بزاف. هاد البسكوي او هاد الجينواز هي جينواز احترافية، يعني تقدروا ديروها لطورطات عيد ميلاد او لي لاير كيك او حتى لي بياس مونتي. هاد الطورطة او هاد الوصفة هي اللي يديروا بها المحترفين ولي باتيسيي. تجي مهوية من الداخل، تجي بنينة وشابه. كانت هذه العيد ميلاد تاع ولدي، في الحقيقه ما كنتش باغيه نديرها له. اخر لحظه قال لي لا لا ماما ديري لي تاع سبيدر مان لو غاتو. قلت لها يا صح، تكلت على الله ونط للمطبخ. يعني حضرت كل شيء في 4 سوايع. حضرتها قيس 11 وتقوينا بها الربعة تحشية. ما كاش عندي الوقت، الحمد لله كان عندي صوالح في المكونات كاع في البيت وقدرت نديرها له. نبداو في طريقة التحضير. عندنا هنايا ديت 6 حبات بيض. المول اللي غادي نديه قطر 25 سنتي. ديت 6 حبات بيض كانوا بدرجة حرارة المطبخ، هذه ضرورية وأساسية. نبدو نفصلوا بياض البيض عن الصفار. غادي ندي لكل حبة بيض 38 غرام من السكر و 38 غرام من الفرينة. 6 حبات بيض جاوني 228 غرام من السكر، ديت 220 فقط لأني عندي سكر فانيلا. سكر زدت 2 ساشي تاع سكر فانيلي. هنا بديت نطلع في لامورينغ. أولا ندير هذاك بياض البيض، نزيد عليه شوية ملح ونطلع لامورينغ، نزيدو السكر تدريجيا، من بعد في الأخير سكر الفانيلا حتى نتحصلوا على قوام متماسك جدا. يعني بياض البيض نقلبوا حتى الصحن وما يطيحش البياض، وتحصلوا على هذاك المنقار. فيما بعد نزيدوا تدريجيا صفر البيض. هنا صفر البيض كي نبغوا نزيدوا نقصوا السرعه تماما. الاولى بياض البيض سرعه عاليه، كي نزيدوا صفر البيض السرعه الاولى نبدو نزيدوا عليها صفر البيض تدريجيا. هنا زدت بعض قطرات الفانيلا ومن بعد ندخلوا صفر البيض قلت لكم غير بشويه. شوفوا القوام ما غاديش يتبدل تاع لا مورينغ تاعنا، تقعد طالعه ومهويه. فيما بعد غادي نزيد الفرينه ندو 228 غرام، نزيدوها تدريجيا وطبعا ننخلوا الفرينه. هنا راني مسرعه الفيديو، راني ندخل في الفرينه غير بشويه، يعني تخدموا خدمه السلحفات، يعني غير بشويه حتى تدخل لكم الفرينه. ونزيدوا بالفوي وما يتغيرش القوام. شوفوا القوام قاعد كيما هو تاع البسكويت تاعي. هنا الا غادي ديروا مول كبير اكثر من 23 سنتيمتر، غادي تزيدوا الحليب شويه، 2 معالق زيت و3 معالق تحليب، تدفوهم ونديروهم في غرفيه. نزيدوا عليهم 3 أو 4 معالق من العجين، خلطوهم. بعد نسكب هذا الخليط على العجين الاول وندخلوه في هذاك الخليط غير بشويه. الا غادي نديروا دي لاير كيك، دي بياس مونتي، ولا حاجه اللي فيها طبقات بزاف واللي تتحمل ثقل كبير، ما نزيدوش الحليب والزيت، لان عندنا ديجا ثقل، عندنا ثقل تاع لي كريم وتاع لي زيتاج بزاف. هذه بين قوسين غادي نحكم لو مول تاعي ونطلع الليان اللي خدمت فيه ولا الريسيبيون ونسكب في لو مول تاعي. الفرن هنا راه مسخن على 190 درجه، يعني نسخناه مليح على 190 درجه. كي نبدا نخدم، كي ندخله مباشره غادي نقصو للفرن 150 درجه. البسكوي ولا لا جينواز تبغي تطيب على غرضها وتطيب غايه. شدت لي تقريبا 50 دقيقه. شوفوا كيفاش جات، ديروا تيستو بالكوردون ولا وشوفوا. نخلوها تبرد شويه. انا ما خليتهاش حتى بردت من كنت مقلقه. شوفوا قسمتها، نديروا نعلموا بالخدمي ولا بالموس والسكين، نديروا قد اصبع او اصبع وانس او اصبعين حسب اللي راكم باغيين تقطعوا. شوفوا علمت كاع. من بعد بديت نتبع بالخدمي ولا بالموس، نتبع هذيك التعلام اللي علمتها هكذا، وندور حتى اللي قطعتها كامل يجوا عندنا نفس حجم القطع. شوفوا راني ندور وندخل والخدمي نمشي فيه، يعني ما غاديش نطلعه ونهوده، لا نقعدوا غير نمشوا فيه. هذه طريقه تقطيع سهله وسريعه. عاد هنا انا ما بردتليش، كون بردت لي القطع يخرجوا هذاك الفتات كاع ما يكونش. يعني اللي قد تخلوها تبرد ديروها في فيلم غذائي وتبيتوها حتى الغدوه من داك قطعوها. هذه اللي قد ديروها. انا ما كنت مقلقه وما درتش هذه العمليه.
هذا هو. انا بديت ديريكتومون في لو مونتاج، ما كاش عندي الوقت. هنا درت هذه وريت لكم البيسكوي ولا لا طارت اللي خدمتها لو غاتو. هنا درت لصقتها على السوبور وبديت طلعت درت كريمه عاديه، كريم شانتيي. والحشو اللي كان عندي درت قطع شوكولا تاع كيندر فتتهم، وايضا اون باتا تارتيني فيها بزاف لي نوازيت تاني درتها سخنتها ودرتها في الحشو ايضا. ودرت الطبقه الثانيه يعني هنايا الشربات درت حليب زدت عليه شويه فانيلا وشويه سكر وسقيتها بشويه حليب. يعني تشربوها على حسب الذوق، تبغوا تشربوها بزاف ولا غير شويه. كي يكون عندكم ما يكونش عندكم طبقات بزاف شربوا معليش البسكويت تاعكم غاية. بصح كي ديروا دي لاير كيك ولا ديروا دي بياس مونتي ما يليقلكمش تشربوها بزاف، لان الحشو تاعنا غادي يكون ثقيل ولي زيتاج بزاف. هذا هو لو غاتو تاعي. من بعد بديت ديريكتومون في لو ليساج والكريمه على الجوانب. يعني خدمه نظن هذه اسرع كيكه درتها ولا طورطه درتها في حياتي، في دقيقه خدمت كلش، ما خليتهاش حتى تبرد ولا ترتاح. هنايا درت غلفت كامل الطورطه هذه غلفتها، وفيما بعد زدت عليها درت دي دريب بالشوكولا اللي لونتها بالازرق من الاعلى، درت الشوكولا غاناش وهذوك الدموع. يعني خدمه على السريع. هذه هي درت هذا باش لونت شوكولا بيضاء، حوالي 100 غرام شوكولا بيضاء، زدت عليها ملعقتين من الزيت و3 معالق من الحليب، خلطت كلشي الملون الازرق على حسب لو تام. ولدي يبغي سبيدرمان، كل عام نديرو طورطه سبيدرمان، ما بغاش كاع يبدل غير سبيدرمان. هذا هو. وفيما بعد كان خدمت بعجينه السكر، خدمت الراس تاع سبيدرمان كما راكم تشوفوا، ودرت الشبكه العنكبوتيه لا توال دارينيه، وزينت بهذاك الشوكولا هذاك الامانمس بالازرق والاحمر، يعني لو تيم تاع سبيدرمان. هو لصق اون مورينكل على الجانب بحاشيه حمراء، قال لي لا ماما انا نديرها. هيا كانت هذه هي طورطه على السريع، كيكه عيد ميلاد للابن تاعي. نقول لها كل عام هو بخير، ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه سيرتو لا جينواز. انا اكد لكم فقط على البسكويت تاع لا جينواز لانه هو الصح في هذه الوصفه. ونقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله من فيديوهات ماي بسكوت. الى اللقاء.